السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم متابعين الكرام؟ ربي يحفظكم وياكم. نبيل الموسوي. يا جماعه، اليوم شفت مقطع او اتصال بنيه تتصل باحد المذيعين وتشكي همها ومشكلتها ويا ابوها. والله العظيم اكو اب حرامات واحد يصيح لابويه. هذا الاب مسوي كارثه. بنته عمرها 4 سنوات، كاتلها ظل يضرب بيها لحد ما ميته بيده. البنية الثانية من كثر ما ظالمها قتلت روحها. البنية الثالثة يروح يتزوجها ويطلقها، يطلقها من زوجها. هيش خباثة. وغير هذا يتحرش بيهن تحرش لا أخلاقي. النوم محمد من اسمع هيك قصص مرات اقول خاف ذني بنات كذبا، بس يا اخي لا وحده ولا اثنين جاي يصير وياهن هيك مواقف ويا ابوهن واهلهن. يعني مخافة الله ماكو؟ يعني بنية عمرها 4 سنوات تضرب بيها لحد ما تموت جوا ايدك. البنية الثانية شابة لحد ما طقت روحها قتلت نفسها. البنية الثانية تروح تزوجها تطلقها وتتحارش بيها وما خلصت منه الا راحت اشتكت عليه. والامايه هم كذلك من ظلم زوجها طلقت من عنده وشمرت جاهلها عليه. عمره 22 سنة. نعم. ومن فضله نعم. عن سبب انفصالي، كل سبب انفصالي بسبب أبوي. ليش؟ عن أخوات 2 توفوا بسبب أبوي. أختي عمرها 4 سنوات ظل يكتب بيها عندما صارت بيها شمع وماتت. والثانية همينة يعني زوجها وطلق بها وبعد زوجها مرة ثانية كل شي صار بيها نفسية وهمينة قتلت نفسها راحت. وأني همين كان عمري 13 سنة. من 13 سنة أني أعاني من مشاكل بسبب أبوي. يعني أبوي ظالم فرد مرة ظالم أبوي. يعني تعبنا إحنا كلنا البنات، إحنا تعبنا نفسيا، يعني خلانا يعني حتى نكره نفسنا. هو أبوه هيك، يعني طبيعة أبوي هيك ظالم. هو أبوي ظالم علينا إحنا من دون أعمال كلها، هو أبوي بيطلع علينا. يعني دائما نروح نمثل العالم نحكي للأخوان يقولون إحنا ما لنا علاقة بكم، تنجازون، هو هذا أبوكم هيك. دور عليه يقول له طلقها خليها تقعد بالبيت حتى أنا أعرف شلون أسويها. يعني أبي صراحة صدعت لك إياها يعني من الأخير. أبويا يعني حتى تحرش صراحة صار قبل 4 أشهر. هم أنا قلت لك انفصلت وهو هم انفصل عن أمي، هو وأمي انفصلوا. قبل 4 أشهر جاء أنا صارت لي بنت، يعني عندي بنت. قبل 4 أشهر جاء علي قال لي إيه تريدين أقتلك، خلاص تريدين تجين بنتك، تريدين ستين نفسك أنت من الجسد. قلت له أنا ما هاي 6 شغلات ما أسويها. فرحت للمركز اشتكيت عليه يعني والله. وجاء هناك للمركز قال له أنت شلون تريدين تقتل بنتك؟ هاي مو بنتك، هاي طلعت من ظهرك. بنتك شلون اللي تحكي عليها هيك وذالها؟ المفروض أنت توقف الظهر وما تخلي حد يحكي عليها. زين. يقوم يحكي قال لهم إيه فصل عن أمها وهم ما يسمعون كلام وهم. قلت له سيدي هسه أني مظلومة وقاعدة يم أهلي، هسه أنا يم أمي، لا أمي تريدني ولا أبوي يريدني، يعني شنو أنا أظل ضحية بيناتهم؟ أنا رحت للمركز فقلت يعني اشتكيت على أبوي، قالوا له إذا البنت يصير لها شيء يعني تتأذى أو يصير لها شيء السبب لك، يعني حتى لو من الله يصير لها شيء هي. هو سوى تعهد وبصم قال لهم بعد هاي ما لي علاقة، يعني هسه حتى لو يجي للبيت علينا ما له علاقة بي. زين. أنا هسه قاعدة بالبيت يعني شلون الغريبة عنده، شلون الغريبة قاعدة عنده لي عايشة ممزة. بس يقولوا لي روحي تزوجي، انت ايش عندك باغي، احنا ما مجبورين نتحمل مسؤولية. انا ما اقدر اعوف بنتي، يعني ما اقدر اعوفها. ومرات افكر اقول ها اروح اتزوج بس ما اقدر اعوف بنتي. يعني استاذ اني اقبل بهذا الشيء، بس انا هم اني جوني خطابان، يعني خطبت انا بهذا الوقت، يعني خطبت وخابر الزوج بنفسه. هو قلت له انا بنت شو يصير لها علي، يقول لي لا هو تتزوج، يقول لي لا ما لي علاقه بك، تنجازين روحي تزوجي البنيه ترجع لي. انا قلت ظهري بهذا الكلام. سمعت يا جماعه؟ كل هالبلاوي هاي من وراء، والله ما تعرف من وراء شنو، قسما بالله ما تعرف من وراء شنو. الامايه مطلقه وما تريد بتها،
والاب يتحارش ببته، والاب كاتل 2 من بناته، وما تخلصت منه الا راحت اشتكت عليه. الله يجيرنا ويجيركم يا رب.